عايزه اقول لكم ان انا بحب المواعين بجد، انا بحب غسيل المواعين، ما اعرفش حد زيي ولا لا. هي كتير، بتبقى كتير يعني، وكل شويه نغسلوا مواعين والمواعين ما بتخلصش ومش عارفه ايه. بس انا بحب المواعين، يعني انا بحب كده وقفه غسيل المواعين، مش عارفه ليه بحس ان انا وانا بغسل المواعين كده ببقى بخطط بقى وبفكر، وساعات اقعد كده اعيد مواقف عليا عدت عليا يعني على مدار اليوم او الايام اللي فاتت، اقعد كده اعيدها مع نفسي، مش عارفة يعني ده هبل ولا ايه. ساعات اشغل اغاني كده يعني. المهم زي ما شفتوا كده انا حضرت الاكل وبعد كده عملت لي كوباية شاي وبتاع. خلصت المواعين على كده؟ لا طبعا، انا قلت لكم ان احنا كنت عندي باقي اكل من امبارح، فطبعا اتغدينا بيه، فالحلل بتاعته طلعت مع المواعين بقى بتاعه الغدا، فبقى حبة المواعين الحلوين اللي انتوا شايفينهم دول بس. فعملتهم طبعا، اكيد بقى مش هنسيبه الحوت كده يعني، فقلت اعملهم علشان كمان انضف المطبخ ويبقى كده خلاص الدنيا رايقه معانا. نقوم تاني يوم كده نلاقي الدنيا حلوه في وشنا كده، تبقى نفسيتنا كويسه يعني بقى ان احنا نستقبل اليوم الجديد، نعمله مواعين جديده ونوسخ البوتاجاز ونوسخ المطبخ وكده يعني، ولف بينا يا دنيا بقى. بس بقى كده انا اهو خلصت المواعين، وببص جنبي كده لقيت الحلل بتقولي بخ، انا حطيتها على جنب ونسيتها. المهم هغسلها بقى وكده عشان نخلصوا منها هي كمان. انا بكره الحلل يعني، انا بحب غسيل المواعين لكن بكره الحلل. ولكن بصراحة الحلل الستانلس دي بتبقى سهلة في غسيلها يعني. البوتاجاز بقى كان بيعيط وبينهار طبعا بعد بقى ما حمرنا عليه البتنجان والبطاطس والحاجات الحلوة دي، فانا الصراحة كنت هغسله اصلا من بعد ما عملت المسقعة، بس قلت لا بقى يعني ايه لما اخلص كده واسخن الاكل وكل حاجة وبعد ما اغسل المواعين ولما افضي الحلل، قلت ابقى امسحه معايا كده واغسله وامسح الارض والكلام ده كله، بحيث ان يبقى خلاص كده مفيش حاجة تانية هتتعمل على البوتاجاز النهاردة، يعني مفيش حاجة تانية هتتعمل على البوتاجاز النهاردة، لكن احنا عادي هنوسخ البوتاجاز. بصوا بقى بيبرق كده بقى بيزيق من النظافة دي بقى المراحل اللي انا بحبها بجد يعني. بس بقى خلصته، قلت بقى للارض تعليلي، كانت المشاية متبهدلة وفي بقى حاجات واقعة في الارض، وهي اصلا المشاية يعني خلاص هي اتبهدلت فعلا عايزة تتغسل. فشلتها كده وكنست ومسكت الارض كده مسحتها واديتها لمعة بالموب اللي انتوا بتموتوا فيها، وحطيت الراجل ده كده هو صغير بس يعني ايه ماشي يعني لحد ما نغسله المشاية التانية بتاعة المطبخ. ولقيت الحتة بتاعة البوتاجاز دي كده زي ما انتوا ما شفتوا، فقلت لها طب تعالي عشان نحس بنظافة بقى فعلا. وخلصت وطلعت لي طبق من الاناناس ده، ولا معرفش شمام ولا انتوا بتقولوا عليه ايه، هو المفروض يعني اسمه شهد، بس انا مش عارفه شهد مين يعني، انا مش مقتنعه بالموضوع. بس بقى لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لي اشتراك ولايك وكومنت حلو زيكم.